أهمية تسجيل النموذج الصناعي. النموذج الصناعي بيفيدني في ان انا باخد من المكتب الحكومي الشكل او التصميم او الشيب اللي انا شغال بيه ده ملكي. ايه الفرق ما بين النموذج الصناعي والعلامه التجاريه؟ النموذج الصناعي هو الشكل بتاع المنتج او الشيب بتاع المنتج او كل تشابك لخطوط يؤدي الى تصميم مبتكر. العلامه التجاريه هي كل اسم او شكل بيرمز الى خدمه او منتج. النموذج الصناعي تسجيله القانون بيديني حمايه لهذا التسجيل لمده 15 سنه، ان ما حدش يقدر يستغل هذا التسجيل لمده 15 سنه حتى لو غير الاسم. فبالتالي اهميته بتكمن ان التصميم نفسه بيبقى محمي بحكم القانون، وبيبقى حمايته زي حمايه العلامه التجاريه، ما ينفعش حد يقلده، ما ينفعش حد يستغله بدون الرجوع للشركه اللي هي صاحبه الحق في تسجيله. اجراءات تسجيله ايه؟ زي اجراءات تسجيل العلامه التجاريه بالظبط. بتقدمي 4 نماذج من تصميم المراد تسجيله مع صوره من السجل التجاري او بطاقه الرقم القومي بطلب التسجيل، تقدم بتوكيل طبعا من الشركه للوكيل اللي قدم النموذج، وبيتم فحصه بعد 12 شهر من تاريخ تقديمه، وفي حاله قبول بيتم نشر عنه في الجريده الرسميه للنماذج الصناعيه. بعد مرور 60 يوم اللي هي فتره الاعتراف بيتم تسجيله واستلام شهاده التسجيل، ويصبح قانونا ليه حق الحمايه القانونيه. فتره الحمايه بتاعه تسجيل النموذج الصناعي هي 15 سنه فقط، زي العلامه التجاريه. العلامه التجاريه بتتجدد كل 10 سنوات بشكل ملوش يعني بدون حد اقصى لمرات التجديد. النموذج الصناعي بيتجدد لمده 5 سنوات، يعني بعد السنه ال10 بجدده لمده 5 سنوات فقط، وبعد كده بيبقى نموذج صناعي شائع من حق اي شركه تشتغل بيه بعد انتهاء فتره حمايه.